ايه رأيكم في الصينية الحلوة قوي ديت؟ جميلة جدا. صينية سمك مكاريل حلوة قوي. تعالوا نشوفوا طريقتها سهلة قوي والقيمة الغذائية عالية قوي في المكاريل. تعالوا نشوفوا ده سمك مكاريل. والسمك المكاريل اللي تعرفوه ان حلو ازاي تجيبوه، بتبقى العين بتاعته بتلمع، ما بتبقاش رمادي. لو العين رمادي تعرفوا ان السمك ده مش حلو. ده سمك مكاريل اصلي، تعرفوه من ظهره كده. انا جبت السمك المكاريل وتمسكوه تشوفوه طازه ولا لا، طري ولا لا. لو طري قوي مش بيبقى حلو، لازم يبقى ماسك نفسه. انا جبت السمك المكاريل وغسلته، قلت عشان ما اطولش عليكم غسلته بالملح وحطيت معلقتين دقيق عشان تشيل الزفاره، ونقعته لمده نص ساعه لحد ما نضف وبقى ابيض وبقى حلو كده. هنعمل التتبيله بتاعته: معلقه توم كبيره، نص معلقه هريسه شطه، معلقه كمون تكون كبيره، معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود، هنعصر ليمونتين، هقلب الخلطه مع بعض. معلقه ملح كبيره، كده هبدأ احيق السمك الاول. كده انا حيقت السمك من جوه، هبدأ اعمل فتحات علشان السمك كله يحيق. كده انا حيقت السمك وبقيت التتبيله هعمل بيها حاجه تانية وهقول لكم عليها. كده هسيبه شويه وهنبدأ نقطع الخضار بتاعها. الخضار بتاعها قرن فلفل، آه رومي او حراق اللي انتوا تحبوه، طماطم، بصل، نص حزمة كزبرة. ممكن تقطعوا بطاطس وتعملوه، بس انا بحبها كده. هقطع بقى الخضار وارجع لكم تاني. كده انا قطعتها كأنكم بتعملوا سلطة بالظبط. كده حطيت معلقة من الخلطة اللي انا كنت عاملاها، وهنبدأ نتبلها كأني بنتبل سلطة بالظبط. نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، كله هنحط حاجات خفيفة لان احنا متبلين السمك. نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، هنعمل فرشة للصينية. هنجيب السمك هنحشيه من الخلطة اللي احنا عاملينها، وبقية الخلطة نزلتها في الصينية. وهنزل بحوالي 3 معالق زيت، مش كتير. وكده السمك المكاريلي ده ينفع للدايت وحلو قوي للدايت، لاني ما بياخدش زيت كتير، لان هو بينزل الزيوت بتاعته.
كده انا حطيته على البوتاجاز، على عين البوتاجاز من فوق، هياخد 3/4 سوا وبعدين ادخله الفرن. وكده انا طلعت صينية السمك ريحتها قلب المكان، جميلة جدا. نتقابل في فيديو جديد.